واش حاس براسك عيان من كثرة التفكير؟ واش كاينين افكار كثيره كيدوروا في راسك وما قادرش توقفهم؟ يمكن تكون دابا كتعيش فتره صعيبه، يمكن عندك مشاكل، قلق، ضغط، او غير محتاج شويه ديال الهدوء. دابا اعطي راسك 10 دقائق معايا، بلا ضغط، بلا تفكير زائد، وبلا ما تحاول تحل المشاكل ديالك. غير جلس وتمدد في مكان مريح، وخلي هاد الدقائق تكون غير ليك انت. الا كنتي في المكان امن ومريح، غمض عينيك بهدوء وخد نفس عميق من انفك. غنحسب 1 2 3. خد نفس من الانف ديالك بحالي، هانت مثلا بحالي. حبس النفس شويه، 1 2، وتنفس وترخى. ودابا خرج النفس ببطء، ديرها وحبس شويه بحال هكا، ديرها ببطء كبير وخلي جسمك يرتاح. عاود مره اخرى، خذ نفس عميق وخلي الهواء يدخل بهدوء. حبس النفس ديالك ودابا خرجوا ببطء. مع كل زفير خلي التوتر ديالك ينقص بشويه، ومع كل نفس اعطي لعقلك فرصه يرتاح. دابا ما تحاولش توقف الافكار ديالك بقوه. الا جاتك شي فكره خليها تجي، والا مشات خليها تمشي. ماشي ضروري تجاوب على كل فكره، وماشي كل فكره كتجيك خاصك تصدقها. الافكار غير افكار، كتجي وكتدوز. تخيل دابا انك واقف قدام البحر، وكل موجه كتجي كتاخد معاها شويه من القلق، موجه كتاخد معاها التوتر، موجه اخرى كتاخد معاها التفكير الزائد. وخلي البحر يهدر بكلامه. انت دابا ما خاصك دير والو، غير تنفس وارتاح، تنفس وارتاح. دابا خلي الماضي يرتاح شويه. الاشياء اللي دازت ما نقدروش نرجعوها، ما نقدروش نبدلوها، ولكن نقدروا نختاروا ما نبقاوش نعيشوا فيها. نقدروا نختاروا ما نبقاوش نعيشوا فيها كل يوم. والمستقبل مازال ما وصلش، ما خاصكش تعيش اليوم مشاكل ديال غدا. دابا انت هنا في هاد اللحظه كتنفس وكتسمع ليا اشنو كنقول، وكتعيش هاد الدقيقه، وهذا كافي. ما خاصكش تكون قوي دائما، ما خاصكش تكون عندك جميع الاجوبه، وما خاصكش تحل كل شيء. احيانا احسن حاجه تقدر ديرها هي انك توقف شويه وتعطي لعقلك فرصه يرتاح. قول مع راسك انا غادي نكون بخير، انا كنستحق الراحه. ماشي ضروري نحل كل شيء دابا، انا قادر نتجاوز ايام صعيبه. وحتى الا كان اليوم صعيب ماشي معناها ان الحياه كامله غادي تبقى صعيبه. كل شيء كيتبدل وكل مرحله كتدوز. يمكن دابا ما بينش ديك الحل، ولكن هذا ما كيعنيش ان الحل ما كاينش. اعطي راسك الوقت، كن صبور مع راسك، وما تقصاش على نفسك بزاف. انت كدير احسن ما تقدر عليه، وهذا بوحدو كافي اليوم. دابا خلي كتافك يرتاح، ورخي يديك، رخي وجهك، وخلي جسمك يطلق كل التوتر اللي فيه. تخيل كل حاجة كتقلقك كتحطها قدامك وحدة تلو الأخرى، وحدة بوحدة. مثلا القلق، الخوف، الضغط، التفكير، كلهم حطهم قدامك، ومن بعد خلي الريح تاخدهم بعيد. ماشي ضروري نساهم للأبد، غير خليهم يرتاحوا شوية باش حتى انت ترتاح. المشاكل ديالك
تقدر تنساها في 10 دقائق، ولكن راحة بالك مهمة دابا، مهمة بزاف. خذ نفس عميق وحس بالهدوء كيدخل مع النفس ديالك. خرج النفس وخلي التوتر يخرج معاك. انت دابا اهدأ من قبل. انت مورا ما سمعتي هاد الكلمات ديالي كتحس براسك هادئ. حتى الا كان الفرق صغير فهو مهم. كل خطوة صغيرة نحو الراحة عندها قيمة. تذكر، ماشي ضروري تبدل حياتك كاملة اليوم. احيانا غير 10 دقائق ديال الهدوء كيكونوا بداية جديدة وبداية زوينة. خذ نفس عميق الآن وابتسم ابتسامة صغيرة. انت مازلت هنا، انت مازال معايا، ومازال كتقاوم، ومازال كتقدر تبدا من جديد. دابا خلي الهدوء يبقى معاك، وإلا رجع التفكير ارجع لنفسك وخذ نفس عميق كما درنا قبيله، وفكر راسك وذكر راسك انك ما خاصكش تتحمل كل شيء بوحدك. اليوم اختار الراحه، اليوم اختار الهدوء، واختار تعطي لنفسك فرصه جديده. شكرا لانك بقيتي معايا تلهنا وخديتي معايا هاد 10 دقائق او اقل كاع 6 دقائق لنفسك. وخلي بالك هاني وقلبك مرتاح. ونشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد، وتكونوا متفائلين وتكون عندكم نفس وحدة أخرى زوينة، بعيدا عن كل غم، بعيدا عن كل هم. ارتاحوا، ارتاحوا، محتاجين الراحة. نفسك محتاجة الراحة، محتاجة الراحة. يلا بسلام عليكم، فيديو جديد مع قصة جديدة ولا مع نصائح جديدة. ديروا لي ابوني وبارطاجيو الفيديو مع حبابكم، وما تبقاوش مغبونين. هذا هو الاهم عندي، ما تبقاوش مغبونين. خليو الضغط يمشي في حاله، خليو الحزن يمشي في حاله. ما عندنا ما نديرو بيه. الحزن كيبقى عا حزن. هاد الدنيا شحال عايشين فيها، شحال مثلا عايشين فيها، والو والو. يلا تهلاو في راسكم، والسلام عليكم.